اهلا بكم حبايبي حبايب قناة توفير واعادة تدوير. النهاردة جايبالك فيديو هدية. ان شاء الله انا بجمع لك في الفيديو ده كل الافكار بتاعة الطباعة اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات بتاعتنا. جايبالك الافكار بتاعة ازاي استخدم ورق الترانسفير الملون اللي هتشوفيه معانا دلوقتي، وهتشوفيه واحنا بنطبعه على القماش. جايبالك معايا طريقة صناعة التابلو على القماشة، وجايبالك معايا ازاي ان انت تختاري الورق اللي تعملي منه تابلو. كمان جايبالك معايا ان شاء الله ازاي ان انت تستخدمي ورق الشمع او اللي هو الظهر الاستيكر بديل عن ورق الترانسفير. تعالي بقى اتفضلي معايا في الفيديو بتاع النهارده وشوفي الافكار مجمعاها مع بعض، وهنتصرف كده مع بعض ونشوف كل المعلومات متجمعة، ويلا بينا نبدأ الخطوات مع بعضينا. شايفين يا بنات منظر الخدادية الجميل ده؟ احنا النهاردة هنبتدي نعمله مع بعض ان شاء الله، وهنتعلم ازاي نطبع على الخدادية الرسمة الجميلة اللي احنا شايفينها دي، ونتعلم خطواتها بالظبط واحدة واحدة بأقل التكاليف ان شاء الله، وبحاجات برضو بسيطة. عندنا اي قماش عندنا في البيت احنا مش عايزينه هنبتدي نعمل منه الخدادية الجميلة دي، وهنشوف ازاي ان شاء الله نعملها وهننفذها مع بعضينا ان شاء الله. دلوقتي هتبتدي تجيبي القماشة اللي انت هتطبعي عليها الخدادية بإذن الله كده اهو، وتتنيها اتنين. بس طبعا احنا لما نيجي نعمل الرسمة بتاعتنا مش هنعمل واحنا تانيين القماشة، لازم عشان ما تطبعش في الجنب الاخر وتبوظ لي الدنيا. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنتني القماشة كده يا ولاد، وهنبتدي نعمل هنا على الحرف اللي انا تانياه ده هعمل هنا خيط، بحيث انك لما تفردي القماشة تاني يبقى الخيط ده موضح لك الحرف بتاع نهاية الوش الاولاني من الوش اللي ورا. زي ما انتوا شايفين كده عملت خيط اهو هنا على القماشة، بحيث ان انا احدد الوش القداماني من الوش الوراني. وبعد كده اجي بقى ما تنيش القماشة خالص زي ما اتفقنا. انا عارفة مثلا اني هعمل في الكورنر اللي هو كده، الكورنر الرابع ده، يبقى انت هتفردي القماشة بتاعتك كده اهو، وهتبتدي تحطي الرسمة عليها. هتحطي الرسمة على قماشتك في الحتة اللي انت محدداها. بس تبقي عارفة الخيط ازاي. الخيط مثلا اهو كده، وهنا دي نهاية القماشة. هتبدأي تحطي الرسمة بتاعتك ايه على الكورنر بالمنظر اللي انت ايه شايفاه كده. بس طبعا احنا بنقول ايه، نعرفكم الاول على اللون او النوع قصدي بتاع الورق اللي انت هتستخدميه ده. ده ورق بيتجاب اسمه ورق ترانسفير، بيطبع يا جماعة على ظهره مش على الوش. يعني انا هنا مش هطبعه على الوش، لان انت عشان تطلعي الرسمة دي بتحطي ظهر الرسمة على القماش، ظهرها على القماش، وتبدأي تحطي بقى عليه ورق فوزلين وبالمكوى، وتبدأي تعملي تضغطي وتطلع لك الصورة. على اضغطي زي ما انت كده ضغطة. تمام اهو انا قربت لكم الشكل علشان يبتدي يبان انت هتعملي ايه بالظبط. تمام المنظر ده قبل ما هنشيل ورق الزبدة اللي هو بتاع الخرايط. قبل ما هشيله، كل ما هيبقى درجة الحرارة جامدة كل ما يبقى المنظر ده. دلوقتي بص انا هشيل كده الورقة دي خلاص، دي كده مش الرسمة على فكرة يا جماعة، ده الشكل اللي هو الورق على ظهره يا جماعة. بص اهو ده الورق على الظهر زي ما احنا متفقين. اول بقى ما هتشيلي كده الورق، ادي الشكل النهائي بتاع الايه الخدادية اللي احنا عملناها اهي، وعملناها قدامكم. ودلوقتي احنا زي ما قلنا ممكن بقى تروحي جايه تتني بقى القماشه بتاعتك. احنا اشتغلنا وهي مفروده، طبعا بتستني لما تبرد شويه، وبعدين تروحي تانية بقى القماشه بتاعتك كده اهو
تتني القماشة وتبتدي عادي بقى تخيطيها، وزي ما احنا شفنا. وتديكي منظر الخداديات الجميلة اهي، الشكل الخدادية الاولاني اللي احنا كنا عاملينه اهو جبناه لكم، وتديكي المنظر الرائع ده زي ما انت شايفة كده. هنا ممكن تخيطيها، ومن بنعمله احنا قلنا ده ورق بسيط بيتباع اسمه ورق ترانسفير، ممكن تلاقيه عادي في المكتبات، بتتعمل الرسمة دي كذا مرة. المهم ان هي اللون ده اللي انت شايفاه هينزل على الطباعة. ولو ما عندكيش بقى ورق ترانسفير ممكن هتعملي ايه؟ هتعملي اشكال وتعملي افكار اخرى هوريها لك دلوقتي. لو ما عندناش يا جماعة ورق ترانسفير وعايزين نعمل رسومات على القماش، انا جبت هنا برضو حاجتين بساط كده. شوفي الرسمة الجميلة دي اللي دي كده خلاص مطبوعة على القماش ما تطلعش ابدا. هنعملها ازاي مع بعض؟ ادي الرسمة اهي، تبقى ورق من اي حاجة، اي رسمة عندك في كراسة، رسمة على ورق الجلاد، رسمة على ورق الهدايا. بتجيبي الرسمة كده وتحطي قبلها تحتيها، تثبتي كده تحتيها وفوقيها كيس بلاستيك اهو. بتحطي هنا الكيس البلاستيك كده وتحطي الرسمة على وشها مش على ظهرها، وتقومي حاطه الايه الكيس البلاستيك من فوقيها كده تاني اهو. تقصيه بقى على قدها الاول، وتجيبي ورق الزبده هتجيبي الورقه كده زي ما احنا اتفقنا اهو، وهتبتدي تحطي الرسمه عليها كده ورا وقدام، وهتحطي عليها ورقه الزبده، وتبدأي تمسكي المكوة وتشتغلي بيها. والمكوة بتاعتك برضو ايه تكون سخنة وتظبطي عليها. بس نشوف على بال ما المكوة تسخن هنظبط مع بعض الرسمة التانية كده على النموذج الاخر اهو. عندي برضو هنا رسمة تانية قبل ما المكوة تسخن اهو. هجيب رسمة زي كده زي ما انتوا شايفين اهو بالمنظر ده كده. رسمة اهي موجودة برضو على اي حاجة تقصيها، وتبدأي تجيبي قماشة وتروحي حطاها كده عليها، وتخلي برضو زي ما اتفقنا البلاستيك من تحتها ومن فوقيها، وتقومي قصاه على قدها، وتروحي حاطه برضو الورق بتاع الشفاء الزبدة عليها، وتبدأي تكوي اهو. انا هبدأ هنا اكوي قدامكم اهي كده. هحط المكوة وتبدأي تتحركي بحيث ان انتي ما تخليش اي حاجة ولا هوا ولا اي حاجة اهو. تحركي شمال وتحركي يمين بالشكل ده، وبعدين نشوف الشكل دلوقتي على طول قدامكم. بتتشال الورقة بكل سهولة اللي انتي بدأتي يعني تعمليها. بصي اهو هتضغطي كده على الورقة كده هنا اهو الزيادة اهي. بصي تعملي كده تشيليها اهي، بتترفع معاكي بكل سهولة مفيش اي مشكلة خالص اهي. المنظر ده كده اهي اتشالت، واديتك الرسمة اهي على البتاعة ثابتة مفيش اي حاجة فيها. هنعمل واحدة تانية دلوقتي واوريها لكم كده. انت اهو الرسمة اهي بين الحتتين البلاستيك زي ما احنا شايفين كده، بين الحتتين البلاستيك، وهبتدي اروح حاطة عليها الحتة البلاستيك التانية من فوق، وهجيب الورق الايه الزبدة واروح حاطاه كده بالمنظر ده، وهشتغل ايه بالمكوة عليها كده اهو. اضغط بالمكوة وفي اتجاه واحد واشوف بتلزق معاكي اهو. انا قلت اطلعها قدامكم. بصي تلزق معاكي ايدك هنا كده. بصي تبدأي تشيلي كده اهي بالراحة، تشيليها كده بالراحة تمام اهو. طلعت معاكي الورقة على قد ما تقدري بالراحة كده اهو. وما تقلقيش خالص من لما الورقة تتقطع ولا اي حاجة، اللي هي الزبدة بالظبط كده اهو. وتسحبي كده، استني عليها سنة صغيرة لما تبرد، وبعدين تقومي مطلعة الحاجة. دلوقتي الرسمة قدامك كده اهي، شايفين يا جماعة اهو المنظر اللي انت شايفينه ده. هتبدأي بصي هنضف معاكي اهو، هنضف معاكي دي كده الحتة دي كده هي لازقة اهي عليها، هي كده لازقة على القماشة. هتبدأي بصي تشيليها كده اهو. ده الحتة الباقية بتاعة الورق الايه اللي احنا كنا حاطينه فوق الرسمة. ادي كده الرسمة
هتبدأي برضو في هنا جزء كده صغير اهو، هشيله معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده اهو. شايفة؟ هتسحبي كده، ممكن بقى تنضفي بعد كده بالمقص بسيط كده على خفيف. شايفة الرسمة ثبتت خالص على القماشة اهي، زي ما انت شايفة ثابتة خالص اهي على القماشة. وهنا المنظر اهو. نفس الطريقة يا جماعة، لو انت عندك صورة اي فنان انت بتحبه، مثلا انت بتحب ليلى مراد، بتحب ليلى علوي، هتظبط الصورة بتاعتها على قماشة الخدادية كده، وهنعملها برضو بنفس طريقة الكيس من فوق ومن تحت، وهنوريكم دلوقتي ازاي هتطلع الرسومات دي اهو. الاول يا جماعة خدنا ظهر الصورة الاول، حطينا هنا عليها الكيس، وبعدين حطينا القماشة، ثبتنا الاول الكيس من ورا، وبعدين دلوقتي هنبتدي نحط الصورة كده، وهنحط بقى الكيس عليها من فوق، وهنضغط وهنحط عليها الكيس برضو من فوق هنا كده تاني، وهنحط ورقة الزبدة، وبعد كده نشوف المنظر اهو كده معايا. حطيت ورقة الزبدة على الرسمة اهي، هحط كده الورقة على الرسمة. هبتدي بقى استخدم المكوة من على الصورة اهي، شغالين كده اهو قدامكم، شغالين بالمنظر ده، تكون المكوة جامدة جدا جدا، وانت حاطة ورقة الزبدة، وهنبتدي نشوف النتيجة ايه بإذن الله. بشيل بقى معاكم الورقة اهو قدامكم، بصوا بشيل الورقة كده قدامكم اهي من على الرسمة اهو، بسحب اهو كده قدامي، واخدين بالكم، وهبتدي اشوف ايه اللي حصل. طبعا هنا شايفين الرسمة كده خلاص، هتبتدي بقى ايه، هتقص الزوائد بقى دي كلها كده من على القماشة، وبكده هي اتثبتت على الايه، اتثبتت على الخدادية بتاعتنا اللي احنا هنعملها اهو بالشكل ده. وزي ما قلنا صورة اي فنان انت عايزه ممكن تعملها على رسمتك. وهننضف بقى من البلاستيك وهوريكم الشكل النهائي. عملنا صورة للفنانة اهي ليلى مراد اهو، وبصوا هبتدي اسحب الورق اللي هو الشفاف بقى اهو خلاص من على الرسمة المنظر ده كده، وهنبتدي ننضف قدامكم اهو منظر كده. هنشيل كل ده وهنقصه بالمقص اهو، كل ده هيتشال، كل الورق ده مفيش اي مشكله خالص فيه يا جماعه اهو. هشيله وتطلع قماشه خلاص نضيفه. هتستخدمي طبعا المقص في انك تنضفي كل الحاجات دي اهو، تبقى القماشه بقى بعد ما تنضف خالص هوريها لكم دلوقتي اهو يا جماعه كده. هبتدي اقص الزيادات، انا سبت جزء كده عشان اقصه قدامكم اهو، او اطلعه قدامكم بالمنظر ده كده. تشدي اهي كده، ولما تشديها خلاص طلعت قماشه جميله خالص اهي، والرسمه عليها تمام. ده كده يا جماعه منظر لحاجتنا اللي احنا عملناها النهارده كلها. ده منظر الورد اللي احنا عملناه على قماشة الخدادية، وده الشكل النهائي للخدادية اهو اللي احنا شايفينه قدامنا كده. وادي صورة احد الفنانات اهو، طبعا احنا بنحب الفنانة ليلى علوي اهي كده، دي على القماش جميلة جدا اهي. وادي صورة ليلى مراد. احنا كده منظر نهائي لكل الحاجة اللي احنا عملناها النهاردة اهي بالمنظر ده كده، جميلة جدا مفيش اي مشكلة خالص، وادتني منظر جميل. كل الحاجات بتاعتنا النهاردة هي حاجتنا دي اللي احنا خلصناها. الفكرة بقى المرة دي هي ايه، استخدام الاستيكر اللي احنا بنلزقه على الرخامات او بنلزقه مثلا على تلاجة او كده. هستخدم الاستيكر ده، هستخدم الظهر بتاعه في عمايل الخداديات، وفي عمايل الورد اللي انتوا شايفينه على الخداديات ده. الرسمة اللي قدامنا دي انا ما استخدمتش الورق الترانسفير نفسه على طول على القماشة، لا انا استخدمت
خامة كده هنشوفها دلوقتي مع بعض. وعلى الحاجات بتاعتنا الرخامات وكده هعمل منه المفارش اللي انت شايفاها دي قدامك بالمنظر ده، زي ما كنا عاملين قبل كده الخدة ديات. ادي الخدة ديات قدامك اهيت، كنا عاملينها بالورق الاصلي. النهاردة هنعمل فكرة جديدة خالص، هتشوفي خطواتها قدامك معايا، تشوفيني عملت المفارش والحاجات اللي محطوطة على الترابيزة دي ازاي، وبإذن الله هتعجبك الفكرة جدا ان شاء الله، وهتشوفي الخطوات معايا. يلا بينا نبدأ بقى نشوف الخطوات احنا اللي عملناها ايه. اول حاجة انا عملتها، خدت الستيكر ده زي ما هو بالظبط، انا قايله لكم في العنوان انا هعمل بديل ورق الترانسفير. خدت الستيكر ده اللي هو بنحطه على المطابخ، بناخد طبعا احنا الحته دي كده، انتوا لو ركزتوا بقى معايا كده عشان بس انا ايه مش هنلزق طبعا دلوقتي، بس هقول لكم بنعمل ايه. باخد الحته دي اللي هي هتبتدي انت تلزقي الستيكر بتاعها، يعني هو الورق هنا والستيكر من ورا، بتروحي انت عامله ايه، بتروحي واخده الستيكر ده لازقاه. هفتح كده حته صغيره معاكم مش مشكله يعني، مش هتخسر يعني جامد اهو. تاخدي كده الستيكر ده من هنا، ده الستيكر البراني هو اللي بيتلزق على الخشب، والورق الوراني ده الحته الورقه دي هي اللي انا هستخدمها. بصوا يا جماعه المنظر بتاعه اهو، هو الورق ده بيبقى من هنا كده مش لامع، من ورا لامع. انا طلعته من البلاستيك علشان اوريهولكم اهو. هي دي بقى الورقه اللي انا هبتدي استخدمها، و هستخدمها بديل لورق الترانسفير. خدوا بالكم من الورقه دي، شايفين كده من هنا بتلمع كده اهو، الضوء كده جابها لكم هي بتلمع. انا مش هعمل على الوش ده، لا مش عايزه الوش المطفي، انا هبتدي اعمل على الوش ده. طبعا احنا لما بنروح نصور الحاجه بتبقى الورقه دي خفيفه، وانا كده قصيت وكويتها طبعا عشان افردها، وبعدين بتروحي بقى بتوديها لحد من اللي بيطبع بيلزقها لك كده على الورقه بتاعه التصوير العاديه، على اساس ان هي ايه تنفع تدخل في الطبعه اللي عنده. الرسومات اللي انتوا هتشوفوها معايا دي هي الرسومات اللي انا طبعتها على الطبعه على الوش اللي بيلمع زي ما انا قلت اهو. دي كده مطبوعه، وبعدين قطعت طبعا عشان انا عامله في كل ورقه عده رسومات. الورد اللي انتوا شايفينه ده كده، ده كده طبعته. وادي برضو منظر اخر اهو معمول زي ما انتوا شايفين. وادي برضو الورقه فيها كذا حاجه اهو، فيها كذا واحده زي ما انتوا شايفين. زي ما قلنا انا هعمل على الوش الايه اللي بيلمع ده. يبقى دلوقتي هنا اول خطوه معانا يا جماعه، الخطوه اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه خالص، قلنا ان انا هستخدم الورق بتاع الايه ورق الترانسفير. بس احنا بقى احنا قلنا ايه بديل ترانسفير. برضو هنا عامله رسمه كمان تانية اوريها لكم، رسمه قلب برضو. انا عادي انا عملت كذا رسمه وقصيت منهم علشان ابتدي ايه اشتغل. بصوا انتوا انا هحاول اجيب لكم على اللمعه، بصوا اللمعه. اول حاجه عملتها خدت القماشات بتاعتي، انا كان عندي بقايا قماشات كده زي ما انتوا شايفين تصلح طبعا للايه للطباعه، وفردتها بالمكوه. يعني عملتها ايه انا عايزه اعمل في شكل مفارش، ما هياش حاجات يعني مش حاجه كبيره يعني، مش خداديات المره دي. انا وريتك في الاول الخداديات عشان افكرك. ابدأي بقى هجهز كده حاجتي. شوف كده انا هحط الصور فين، وهبدأ اول نموذج اللي هو النموذج بتاع القلب ده، وابتدي احط قماشتي، وبرضو بكون مجهزة ورقة الزبدة علشان بنفس الطريقة اللي طبعنا بيها قبل كده هتحطي ورقة الزبدة من تحتيها ومن فوق الورق، وتكوني برضو حاطة الورق على الظهر بتاع المنظر بتاعه، عشان طبعا بينزل لك الحبر بتاعه في القماشة.
وتاخدي بالك بقى وانت شغاله ان انت تبقي مظبطه حاجتك وتظبطي مكوتك، وتكون الدرجه بتاعه الحراره كويسه بتاعه المكوه، وتبتدي تشتغلي ايه الحاجات بتاعتك. مكوتك بتكون سخنه جدا، وهنراعي طريقه الشغل بتاعنا واحنا شغالين. طبعا بتكوني مسخنه المكوه زي ما قلت. ما تحركيش بقى المكوه. انت هتعملي ايه؟ انت هتخلي المكوه عشان ما تديكيش خيالات في الطباعه بتاعتك. لازم تراعي ان ايدك تكون ثابته اهو، يعني الورقه ما تتحركش. انت خلاص كده مثبته المكان اللي هتعملي فيه الرسمه بتاعتك اهو. بصي انت خدي بالك من ايديكي، ايدك تبقى ثابته، الايد نفسها مع القماشه كده. تراعي ان انت ايه وانت بتطبعي، واخده بالك ان الجزء التحتاني ده ما بيتغيرش، ما بيروحش شمال، ما بيروحش يمين، عشان ما يدينيش شكل اخر او شكل مش حلو في الطباعه اهو. بتسيبيها كده عليها، كل ما تسيبيها احسن. شغاله هتبداي تلاقي ان الورقه بتبان معاكي الرسمه بتاعتها من تحت زي ما انتم شايفين. بالنسبه لاحد الاخوات من تونس او من المغرب، هي كانت سالتني عن انا ممكن اطبع على حرير، طب حرير. ممكن، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه وانت بتطبعي تاخدي بالك وتبقي في حذر، تحطي قماشه كويسه من تحت الخامه وتشتغلي عادي خالص، وتبقى درجه الحراره مناسبه عندك ومفيش اي مشكله خالص. ابتدي بقى اشيل قدامك المكوه. خلاص كده احنا المده اللي احنا كنا عايزين نعملها خلاص عملناها فيها، واختبرنا زي ما احنا قلنا مرتين. برضو بتختبري قبل ما تشيلي. بصي ثبتي مكوتك على جنب عشان ما تتحركش الورقه منك، وابتدي بصي اشوف خلاص كده، وتروحي رافعه الورقه بتاعتك ورافعه ورقه الزبده. خلاص كده احنا هنبعد المكوه بتاعتنا دلوقتي، وهنبتدي نشوف الرسمه بتاعتي نزلت على القماشه زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. ادي كده الرسمه بتاعتي نزلت على ايه القماشه. احنا كنا عايزين نعمل رسمه الجنب ده ورسمه الجنب الاخر. احنا قلنا انه دي مش هتنفع مرتين. بصي هنا كده، شوفي الورقه يا جماعه بقت بهتانه ازاي. انا هجيب لك الورقه الاصليه اللي هي لسه ما اتطبعتش. بص الفرق بين الرسمتين ايه، واضح جدا الفرق، لاني خلاص دي بهتت ونزلت الايه الحبر اللي كان فيها اللي هو الحبر الحراري والسبليميشن ده، هما بيسموه علميا كده يعني. وهنا اللون زي ما انت شايفه. لسه احنا هنعمل الرسمه دي. الرسمه دي بقى احنا هنبتدي نعملها على الجنب الاخر. نفس الكلام عدته على الجانب الاخر اهو زي ما انا قايله خطوات. خلاص هبتدي اشيل المكوه بتاعتي زي ما قلنا. برضه هتبداي ايه تعملي كده. خلاص المكوه عملت لك ايه الرسمه. بصوا يا جماعه اهو، ادي الرسمه كده شلتيها بقت بهتانه خالص زي ما انت شايفه. وادي كده المفرش بتاعي اللي انا عايزاه بالمنظر ده. عايزه هنا قلبين وهنا قلبين، ده المفرش بتاعي اللي انا عايزاه. هبتدي بقى انفذ نفس الكلام اهو المفرش بتاعي كده. لما اخلص بقى خالص هوريكي الشكل اللي احنا طلعنا بيه. عملت نفس الفكره اهو زي ما انا قلت. ده الجانب الاولاني اهو خلاص اتعمل بالوردتين زي ما انت شايفه كده. وانا شغاله هنا على الجانب الاخر. بصوا وانا شغاله الورقتين اللي كنا طابعين بيهم بقوا بهتانين ازاي. وانا هنا بقى شغاله بورقتين تانيين دلوقتي. هبتدي ارفع اهو، خدي بالك مفيش اي مشكله خالص اهي. برضو هنا هبتدي ارفع الشكل ده كده، هرفعها قدامك اهو، هقرب كده عشان يبان. برضو هنا هبتدي اشيل تطلع الايه الورقه. خدي بالك بصي بقت بهتانه ازاي. احنا بقى هبتدي اعمل رسمتين كمان علشان نعمل طقم مفارش يعني على بعضه. بصوا يا جماعه ده المفرش التاني اهو زي ما انتم شايفين كده، وردتين من الجانب ده وردتين من الجانب ده. وبعد كده بقى هيتظبط المفرش والتاني وكده. خدوا بالكم ان الطباعه دي ثابته ما تمشيش بميه خالص، لان احنا لما وريناكم الخداديتين في الاول الخداديتين دول اتغسلوا كتير خالص مفيش اي حاجه حصلت لهم. دي الوانات بتبقى الوانات ثابته جدا
لانه زي ما قلنا الحبر اللي نزل هنا دي بتبقى ايه احبار حرارية خلاص ثبتت على القماشة بتاعتي. يبقى ده هنا ايه المفرش التاني اهو زي ما انتوا شايفة. بصوا حبايبي، انا كده بقى هشتغل على المفرش التالت. هحط له وردتين كبار زي ما انتوا شايفة كده. وبرضو هعمله بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها المفارش التانية. احنا قلنا نعمل تغيير، مرة قلوب، مرة حاجات ورد صغير، مرة ورد كبير، وهيبقى نفس الشكل يعني نفس النظام اللي احنا عملنا بيه المفارش التانية. ابتدي بقى ارفع الورق بتاعي كده اهو. بصوا ايه رأيكم؟ شايفين الرسمة بدأت نزلت على البتاعة، وشايفين هنا اللون بقى باهت غير اللي انا وريته لكم في الاول خالص. ادي كده الورقة التانية اهي برضو اما شلتها اللون بقى باهت، وادي الرسمة بتاعتي نزلت على المفرش بتاعي. انا هنا عايزة اعمله من جانب واحد زي ما انتوا شايفين كده. يا جماعة خلصت الشغل اهو بتاعي زي ما انتوا شايفين. كل المفارش خلصتها قدامك اهو. المفرش الصغير اللي هو عليه الوحدات الصغيرة زي ما انت شايفة كده، وادي تحت منه المفرش الكبير. هلم دي كده المفرش الكبير اهو. انا عملت وردتين بس في الجنب زي ما انت شايفة كده منظره. وادي المفرش التالت هفرشهولك دلوقتي عشان تشوفي الشكل بتاعه اهو. ادي المفرش التالت زي ما انت شايفة كده. احنا عملنا من هنا 2 قلب ومن الجنب الاخر 2 قلب، وقدامك الشغل كله زي ما احنا قلنا عملناه بالستيكر بتاع الستيكر بتاع البلاستيك. طبعا هي فكرة الستيكر البلاستيك دي يا جماعة جات لي يعني بصراحة بالصدفة. يعني كنت جايبة ستيكر في الشغل، وبعدين بدأنا نشوف الجزء الوراني منه كده لما كنا بنلزقه على الرخامات، وعملنا عليه صورة. وبعدين جينا نعمل اختبار، لقيت ان الرسمة بتطلع على قماشة، بهتت كده على قماشة واحنا شغالين. طبعا الكل عارف ان انا كيميائية يعني. فبصراحة عجبتني الفكرة، وقلت انا ابتدي اعمل الفكرة دي في القناة، وابتدي اعمل ايه استخدمه في الطباعة. بدل ما انا بنجيب ورق الترانسفير ده او الورد او الرسومات بتبقى غالية. فبصراحة يعني لو الفكرة دي عجبتك لحد دلوقتي، يا ريت تدوس لي لايك وتشترك في القناة. يعني عشان واكتبوا لي برضو في الكومنتات ان الفكرة دي عجباكم. الرسم على القماش بطريقة ان انا ارسم على ورق الترانسفير الابيض الفاضي زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي اقولك الطريقة دي هنعملها ازاي. شوفي الشكل التاني اللي انا بعرضه عليكي دلوقتي، برضو دي رسمة تانية. هنبتدي مع بعض نشوف الرسم دوت عملناه ازاي، وترسمي على الورق. وهنبدأ مع بعض نشوف الخطوات اللي احنا هنعملها قدامك. طريقة سهلة وبسيطة جدا. ببدأ بقى معاكي خطوات الشغل بتاعنا. احنا فكرتنا القديمة يا جماعة كانت الرسم بتاع ورق الترانسفير، فاكرينه طبعا لما عملت بيه الخدادية ده بعد ما استخدمته كذا مرة. بصي بقى بهتان ازاي. وده الاصل بتاع الورق اصلا، ده اللي بيتباع زي ما قلنا. ممكن قوي تلاقيه في المكتبات الايه الكبيرة، بيديك الرسومات كده. انت بقى هتفرغي الرسمة اللي انت عايزاها وترسمي زي ما انت عايزة. النهاردة انا جايبالك فكرة جديدة خالص. الفكرة دي ايه؟ جبت الورق اللي هو الورق الترانسفير شفاف. برضو هو ممكن يتباع في المكتبات. هو بصراحة يعني وقع معايا بالصدفة، كان حد في الشغل عندي جايبه. فبصوا يا جماعة كده، الورق ده مهوش ورق عادي ورق شفاف ولا جلد، لا هو هتقولي له ورق حراري. الورق الحراري ده ممكن نرسم عليه اي رسمة تعجبك. هتبدأي ترسميها مثلا اعملي وش ضاحك، ارسمي اي رسومات اخرى. انت تعملي ايه؟ ان انت تجيبي رسمة ترسميها بايدك
باي حاجه انت عايزه ترسمي بيها. ان شاء الله يا جماعه نرسم بالرصاص، مفيش مشكله عندي خالص. يعني احنا مثلا دلوقتي لو هنرسم مع بعض دلوقتي كده اي رسمه، وهعملها بالرصاص. ورده اهي هعملها كده قدامك اهو كده، وهنقصها مع بعض. وبعد كده الورده دي هعملها بالرصاص، مش هعملها باي حاجه تانية يعني. اهو كده الورده كده قدامك اهي. وبعدين هقوم قصه كل ده عشان مش عايزه طبعا كل ده بقى معمول. هقصها يعني ايه على قد كده ما اقدر يديني بس حجم الحاجه. ممكن اسيبها بالرصاص زي ما هي كده، او ممكن تجيبي اي الوانات عندك. كلنا عندنا الالوانات دي. هبدا الونها كده من جوه، بحيث ان الالوانات انا عايزه الالوان تبقى باينه، يعني الفرق بين ده وده اهو، علشان نشوف هينقل لي الحاجه دي ازاي. يعني انا بحدد هنا كده مثلا ايه اي منظر، بحيث ان انا اعرف هينقل لي الشكل اللي انا عملته ده كده هينقله لي ازاي. طيب هبتدي بقى انا اقص الرسومات دي، وبعد كده اما اقصها هقولك واوريك الشكل اللي انا قصيت فيه عده رسومات، وهنعمل مع بعض الافكار قدامكم. ابتدي اعمل اضافات بقى كده على الرسمه، على رسمه الورده. ازودها شويه الوانات علشان اوضح لونها لما اجي اطبعها على القماشه. وطبعا اي لون بحطه وبزوده ده بيدي قيمه للرسمه بتاعتك، علشان يبقى اللون واضح وجامد وانتي بتعملي لها عمليه الطباعه. يعني استخدمي بقى اي الوانات عندك ممكن تتنقل. يعني الوانات اللي هي العاديه بتاعت الفلوماستر، الشمع، اي الوانات مواد التلوين اللي احنا عارفينها. يعني تشبعي الرسمه بتاعتك كويس، علشان انت كده عارفه ان هيتنقل كل لون بتحطيه هيتنقل للقماشه لما تيجي ايه تطبعي. وبالنسبة للشكل المستدير برضو ده انا هزود له كده اي حاجة. يعني مثلا ازود له بالرصاص شكل قصة، شكل شعر، اي شكل منظر يديني قيمة برضو لمنظره وانا بطبعه على القماشة. يعني عشان يديني منظر حلو، يعني انا بزود الجمال بتاع الحاجة اللي انا بطبعها. يبقى انت كده عندك حاجتين، فكرتين تبدأي بقى تطبعيهم، وتبدأي تشوفي الشكل اللي هو يعني هيديهولك في الطباعة بتاعتها. زي ما انت شايفة كده قدامك المنظر، وفي الاخر يديكي منظر كويس. نظام الشغل اهم حاجه يا جماعه. هتحطي كرتونه الاول تحت القماشه بتاعتك، وبعدين هتبداي تجيبي الرسمه اللي انت عايزاها زي ما احنا قايلين من البدايه في ال في ال الرسم الاولاني اللي كان بتاع الخداديات. احنا قلنا ده مش الورق اللي هو هلزقه كده ببلاستيك، لا ده مفيش بلاستيك دلوقتي ولا حاجه. انت هتجيبي الرسمه كده اللي انت عايزه يتلزق عليه الشكل ده، هتقلبيه كده. يعني هتحطيه كده، الظهر يبقى فوق، الظهر يبقى فوق القماشه. اقولها لك تاني، القماشه بتاعتي اهي، انا عايزه اطلع الرسمه اللون ده عايزاه يبقى هنا. هتقومي عامله كده، بصي اللون ده يتحط كده اهو، يبقى انت هنا ظهره هنا فوق اهو. حلو. تروحي جايبه ايه، تجيبي ورق زبده، تكوني مجهزه ورق زبده، وتروحي حطاه على الايه الحته اللي انت ايه هتعمليها. خلاص تكوني بقى مسخنه المكوى عندك، وتبداي تدوسي على الرسمه ايه بتاعتك دي. تدوسي بالمكوى، وتكوني معلياها، وتاخدي بالك من نوع الحاجه اللي انت مستخدماها. ممكن انا اتسالت في الفيديو اللي فات ممكن يبقى القماش قطن ولا القماش يبقى يعني حاجه صناعيه. اي حاجه انت عايزه تطبعي بيها اطبعي، بس راعي درجه الحراره بتاعه الايه الحاجه اللي انت بتستخدميها ازاي. يعني ما تروحيش تجيبي مثلا حاجه يعني بتخسر على طول من درجه الحراره وتقولي استخدمها، لا خدي بالك تعملي اختيار للحاجه اللي انت يعني بتطبعي بيها اختيار مظبوط. هبدأ بقى اشيل معاكي. انا خلاص كده خلصت المكوى،
يعني انا الخطوه بتاعت المكوه دي خلصت. ابدا اعمل ايه؟ اخد كده الشفاف، ورق الزبده، اركنه خلاص على جنب، انا مش عايزاه. تمام. بصوا بقى المنظر اللي احنا شايفينه ده حاليا يا جماعه، هو الصوره على الظهر يعني. هبتدي بقى انا اشيل كده، اشيل قدامك كده. بص برضو هنا اهي، بصوا يا جماعه، هشيل برضو كده، شايفه اهو كده. احنا بدأنا عملنا ايه النهارده بقى؟ عملنا رسمه على الورق الترانسفير ده، احنا اللي رسمينها بنفسنا اهو بالقلم الرصاص، ورسمه دي ورحت عاملاها هنا، طبعتها على الايه القماش. خلصت حاجتي بقى زي ما انت شايفه كده. هبتدي اوريكي عشان الضوء يبين اكتر. يعني اهو كده الحاجه عندي خلصت اهو زي ما انت شايفه. بدأت الصور تبان اهي كده، بانت اكتر يا جماعه اهو، وبانت الشكل اللي انا طبعته، المناظر اللي انا طبعتها اهي باينه زي ما انت شايفه كده. تمام. زي ما قلنا يا جماعه انه الفكره القديمه بتاعتي كانت كده. ده كان الورق جاهز اصلا وعليه الرسمه دي، كان الورق جاهز وعليه الرسمه. علشان كده ادتني الايه يعني، دي كانت طبعا ورقه جايباها جاهزه اهي. قطعنا من ده كده رسمه على قد الايه الورد وبدانا نعمل. انما فكرتنا النهارده ان احنا جبنا الورق نفسه وبدانا نرسم عليه. انا جبت الورق اللي هو بتاع الترانسفير نفسه وبدات ارسم عليه زي ما انا وريتك في اول الفيديو. يبقى هنا احنا بنقول دي افكار جديده غير الفكره القديمه بتاعه ايه الورد. دي فكره اخرى مكمله ليها. يعني علشان اقول انه ممكن قوي اجيب الورق فاضي وانا اللي ارسم الرسمه بتاعتي، مش اجيب رسمه جاهزه زي الرسمه اللي احنا كنا ايه عاملين منها الخده دي. بقى كل اللي يشوف القناه وتعجبه الافكار بتاعتنا يفعل زر الجرس ويشترك عشان يوصلوا كل جديد. وعايزين يبقى في تفاعل مع بعضينا، واكتبوا لي كل اللي انتوا عايزينه، كل الافكار والاسئله اللي انتوا تحبوا تستفسروا منها في الكومنتات بتاعتنا الجميله، وان شاء الله نتواصل مع بعض. واي حاجه انتوا عايزينها هكتبها لكم، وممكن باذن الله اسيب روابط الحاجات اللي انا عاملاها تحت الفيديو ده. اي رابط انت هتقراه اسمه هتدخل عليه. بص حبايبي بقى، انا بكمل معاكي بقى الفكره. جبت صوره البطبوط كده ميكي ماوس وابنه وشفتها ولونتها على ورق الترانسفير اللي هو انا عندي الفاتح، وبدات بقى ايه هحطها على القماش وهبتدي اعمل منها شغل عليه. يعني فكرتنا بقى ان انا اللي هعمل الصوره بنفسي واطبع على القماشه بالصوره اللي انا ايه عاملاها. يعني الصوره دي انا اللي هبقى رسماها زي ما انت هتشوفي معايا كده. تمام يا جماعه. هستمر كده زي ما انت شايفه، هستمر بالطريقه دي عشان ما اطولش عليك الفيديو. هستمر وبعد كده هقولك تشوفي يعني الجزء اللي هو شفت كده بقى انت المنظر بعد ما خلصت وشلت المكوى اهو يا جماعه. المنظر اللي قدامكم ده كده اهو كده، دي شكل الايه الرسمه بتاعتي زي ما انت شايفه كده بعد ما عملنا الطبع بتاعه الايه الرسمه على القماشه. تمام اهو زي ما احنا ورينك كده. ده المنظر بتاع الطباعة اللي استخدمنا فيها ايه الورق الترانسفير اللي احنا رسمنا عليه. بوريكي بقى الصورة بتاعة البطبوط كده وهي ورق، وبعد كده وهي قماش، وتشوفي معايا كل اللي قدامك، والصورة الصغيرة برضو تشوفيها. انا بستنى بقى منكم ارائكم، وبستنى كومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتشجعني. وان شاء الله عايزة اي استفسار انتوا هتبدأوا تكتبوه هرد عليه،
وهشرح لك كل حاجة انت بتسألي عليها. وزي ما قلت في نص الفيديو انا هسيب روابط الفيديوهات تحت في صندوق الوصف. اي حاجة انت عايز تدخل عليها هتلاقيها. ويا ريت يكون الفكرة بتاعت النهاردة عجبتكم وتكون مختلفة وتكون بتدينا دفعة اننا ممكن قوي نرسم احنا على الورق اللي هو الحراري ده، لو عرفنا نجيبه من المكتبات يعني، ونبتدي نطبع على القماش بيه، يعني بدل ما انا استخدم صورة جاهزة. بنتنقل بقى دلوقتي مع بعض لطريقة مختلفة خالص. هنا بقى هبتدي استخدم صور واطبعها او الزقها على التيشيرتات. هوريكي 3 طرق لعمل التابلوهات وعمل الصور على التيشيرتات والحاجة. يلا شوفي معايا بقى الطرق. الطرق لطباعة الصورة على القماش هنشوفهم مع بعض. هنعمل مع بعض خطوة خطوة بإذن الله. هنشوف ازاي اعمل التابلو على القماشة بطريقة لزق الصورة من الخلفية. يعني انا عاملة شوية تابلوهات كده برضه هي انتوا شايفينها قدامكم. برضه هنعمل مع بعض طريقة القماشة اللي انا بلزقها بالبلاستيك ورا وقدام، ده العادي. وبقى هعمل لك طريقة جديدة ان شاء الله، هي طريقة الديكوباج. والنهاردة هنشوف الديكوباج لأول مرة مع بعضينا على القماش، وهنقف مع بعض ونشوف الخطوات بإذن الله. هنتفرج على الخطوات وهنبتدي ننفذها خطوة خطوة أنا وإنتوا مع بعضينا. ومن خلال الفيديو لما تتفرجوا بقى عليه وهسيبكم معاه، عايزة اشوف الاراء واشوف ايه الاضافات ان شاء الله كده اللي هتقولوا عليها بعد ما تتفرجوا على الفيديو باذن الله. واسيبكم باذن الله بقى كده مع الحاجات الجميلة اللي هتشوفوها قدامكم دلوقتي. الدهان بتاعي هيبقى على وش الصورة، يعني مثلا عندي الصورة دي وعندي الصورة دي. الدهان بتاعك هنا يبقى على وش الصورة. هتاخد وش الصورة زي ما انت شايف كده وندهنها كويس جدا جدا. كل ما كان الغيرة اتقل كل ما كان احسن. اهو اهم حاجة عندي ان الصورة كلها تتشبع بالغيرة. تشبع للصورة الاول بالغيرة، بعد كده تقوم نعمل هنسيبها فترة كده بس مش كتير يعني، كام ثانية كده واحنا واقفين اهو، على بال ما اجهز الصورة التانية دي. اعمل كده وابتدي ادهن على الوش بتاعها يا جماعة، مش على الظهر. ليه؟ عشان احنا دلوقتي هنعمل شغل اسمه شغل تابلو، مش ده مش ديكوباج. الديكوباج ان انت بتلزق كده وبتعمل. هوريكم الديكوباج دلوقتي في حاجة برضو تانية، في خامة اخرى وحاجات. هاخد الصورة بتاعتي على الحاجة اللي انت عايز تلزق عليها كده، وليكن مثلا على جزئية القماش دي اهو. راح جاي هنا على الظهر بعد كده هتبتدي تجيب حاجة وتفرغ الهواء كده. نفرغ الهواء اللي هو في الصورة، وبعد ما اسيبه بعد كده ابتدي اجيله علشان اعمل الخطوات بقى بتاعة الاعداد للتابلو. بشتغل بقى معاكي. دي صورة برضه انا هنا مثبتاها اهو على الظهر بعد ما نشفت وسبتها برضه كذا يوم زي ما احنا بنقول. كل اللي هستخدمه هستخدم مية، هجيب سفنجة او مثلا قطنة، وهبتدي اعمل خدي بالك وركزي معايا في الخطوة دي كويسة قوي. بتبلي كده هنا، بصوا يا جماعة اهو، بتبلي القماشة بالراحة بحذر شديد بالراحة، لان حتة البلل والاستخدام بتاع السفنجة او القطنة شيء مهم جدا. عليها شوية لما تشرب كله. بعد ما هتشرب المية ما تبلش كتير. بص انا ركزي مع ايدي بتعمل بصي هتختبري لما تبدأي تلاقيها بدأت تطلع كده بالراحة، تبدأ تطلع معاكي كده بالراحة، هتعرفي ان انتي وصلت. بدأت تطلع معانا اهي
بدأ تطلع معاكي الصورة نفسها، ظهرها اللي انت لازقه اهو، زي ما احنا شفنا مع بعض الخطوة اللي قبل كده في الشغل دي اهي. اول حاجة بدأنا مع بعض حتة حتة. برضو هنا تاني هبتدي اعمل برضو بالراحة من غير ما اضغط ولا ابهدل الدنيا ولا اي حاجة. البتاع تبان ازاي اهو، بيطلع ازاي واحدة واحدة كده بالراحة. برضو احنا مستمرين. بدأت الصورة اللي تحت عندنا تبان، بدأت الشفايف اهي تبان. بصوا يا جماعة، بدأت الصورة اللي تحت عندي تظهر اهو. نستمر بقى في الاعداد بتاع الصورة. كل ما تبلي وبالراحة تبدأي تعملي بالراحة زي ما انتوا شايفيني كده، وتبدأوا تطلعوا الجزء الاخراني يعني المتبقي بتاع الورق اللي هو يعني النسيج الوراني كده زي ما احنا شايفين. كل ما احنا شغالين تبتدي تبين. ممكن حد يقول لي طب ما هي لسه برضو بهتانه ما بانتش اهو. كل ما نبل ونبتدي نعمل بالراحه وندعك بالراحه، جزء من الورق اللي هو الظهر بتاعها هيبوش ويبتدي تظهر معايا الصوره واحده واحده تبين. اهم حاجه في التقنيه دي ان احنا نعملها بحذر ونعملها بالراحة جدا جدا وبهدوء علشان تديني افضل النتائج. يعني انا لو انا عايزة نتائج كويسة اعملها على هدوء واعملها بالراحة. وطبعا بنقي نوع قماشة حلوة، نقي نوع صورة كويس وتديكي نتائج كويسة. كده بقى خلاص. كده المرحلة الأولى يا جماعة خلصت، اللي هو إن أنا أعمل الصورة بتاعتي على شكل تابلو على القماشة زي ما انتوا شايفين كده. أنا نقلت الصورة على قماشة، استخدميها بقى الشنطة، استخدميها تعمليها تابلو على خدادية، على أي حاجة انت عايزاها ممكن بقى تستخدمي الصورة دي كده. ايه زي ما قلنا أول نوع من أنواع صناعة التابلو. يعني انا دلوقتي عملت تابلو بنقل الصورة على القماشة. شوفوا حبايبي كده، دي كده بعض النماذج برضو اللي انا عملتها تاني. كنت يعني عملتها قبل كده. خدوا بالكم بقى من التقنية نفسها، لازم اعمل بالراحة بحذر شديد، واخد بالي وانا بستخدم المية علشان الورقة ما تخسرش مني، لان في برضو بعض العيوب كده والحاجات اللي ايه طالعة خطأ. وناخد بالنا من طريقة التفنيش بتاع الصورة علشان في برضو بعض الاخطاء واحنا شغالين بتتعمل. شوفي صورة البيبي دي جميلة جدا بس هي كان فيها اخطاء وانا شغالة فيها. هبتدي بقى دلوقتي معاكي الفكرة التانية اللي هي طباعة الصورة على التيشيرت. هتجيبي التيشيرت تحطي بقى الكرتونة كده من تحتيه عشان تحافظ عليه، وهاخد بقى الصورة تحطي بقى البلاستيك من تحتيها ومن فوقيها عشان التثبيت. وطبعا هتحطي ورقة الزبدة زي ما انت شايفة كده معانا، وتكون المكوى عالية وتبدأي تشتغلي على التيشيرت. هبص بقى كده عليها واشوف، ابتدي اسحب كده بالراحة واشوف ايه الموضوع اهو. هسحب كده واحدة واحدة واشوف ايه الدنيا فيها ايه. بصوا يا جماعة، بصوا كده خلاص هي كده ثبتت على التيشيرت. وهبتدي اشيل الزيادات بقى دي اللي انت شايفينها دي كلها كده خلاص اهو. هتبتدي انت تشيل الزيادة دي بالمقص مع اهي. طلع البتاع بس وابتدي بقى انضف الايه الزيادات زي ما انتوا شايفين كده. تبتدي تقص الزيادة بتاعة الايه الورقة. قربت ايه الصورة بتاعتي خلاص الحمد لله. وادي كده التيشيرت اهو تمام، منظر اهو زي ما انتوا شايفين كده الحمد لله اهو. كده انا عندي الايه الصورة اصبحت على التيشيرت بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. دي خطوة غيرها. بصوا معايا بقى دلوقتي دي تيشيرت تاني اهو خالص تمام. برضو طبعا هحط برضو تحتيه كرتون عشان يبقى شغلي على حاجة كويسة ومتثبتة. واي رسمة بقى يعني مثلا ايه لو واحد بيحب العربيات واحد بيحب مش عارف. المهم ان احنا ايه هنبتدي نعمل دي. هنعملها ازاي؟ هعمل ايه؟ هتجيب الظهر الصورة. بصوا يا جماعة ظهر الصورة خدوا بالكم معايا وركزوا بقى كده عشان في ناس بيقعدوا يقول لك انت بترغي كلامك بتكرري كتير واستفزاز وبتاع. والله انا ببقى يعني انا حاسس يعني لازم اشرح
واوصل المعلومة بالراحة. يعني انا مش عارفة، اللي شايف ان انا برغي وكده ما يتفرجش على الفيديو، يمشيه يعني ما يفتحوش. انا ما بتكلم عشان الناس اللي هي عايزة افهمها اكتر، انا عايزة افهم الناس اكتر. بصوا ده مش هعمل ظهر ديكوباج، مش هعمل ظهر تابلو ولا حاجة، لا. انا بصوا يا جماعة هنا ببتدي اشبع الصورة دي كلها غيرة، عشان انا هلزقها بطريقة الغيرة، هلزق بطريقة اللزق على الايه، على الصورة اهي خلاص بتاعتنا. اجيب هنا على التيشيرت كده بتاعي واروح جايه هنا عاملة كده. بصوا يا جماعة خدوا بالكم، هنشف بقى كده بس الاول، اعملها بس بمية. وتعمل انت ايه بقى، خدوا بالكم بقى معايا من الخطوة دي، لازم تخرج الهواء كويس جدا اهو، عشان بس اوضح لكم هنا كده اكتر. هي اتحطت على القماشة اهي، لازم تعملي كده كده تخرجي الهواء اهو. بصوا يا جماعة بدأ يلزق معانا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. تخرجي الهواء بايدك اهو، والزق كل حاجتي تمام زي ما انتم شايفين كده. اعمل ايه بعد كده؟ طيب طبعا المفروض الخطوة بتاعت ال ادهن بالوش فوق بالغيره من فوق. الخطوه دي بعد ما ده ينشف على التيشيرت بشويه. اول حاجه هنا تسيب التيشيرت ده ينشف كده، وبعد ما ينشف عشان تضمن ان دي ما تطلعش منك تاني وما تعملش مشاكل، نعمل ايه؟ نسيبها تنشف، مثلا نسيبها يوم او كده. هتيجي تاني يوم تلاقيها ان هي ايه، نشفت خالص اهو زي ما انتم شايفين كده. التيشيرت بتاعنا اهو عليه الايه، عليه الرسمه بتاعتنا، خلصت مفيش عليها اي مشكله خالص ولا اي حاجه. تمام. طيب اجي بقى هنا خلاص كده احنا هنطلع دي وهنسيب التيشيرت بتاعنا ينشف دلوقتي وخلاص، وهنشوف هنعمل ايه. تمام. بعد التيشيرت بتاعنا ما خلص وقعدناه كذا يوم، ابتدي اخد الغيره كده وادهن على الوش بتاع الرسمه بتاعتي، يا اما بفرشه صغيره يعني رفيعه، يا اما بايدينا. نقطه بقى انا احب الفت نظركم ليها، هي ايه؟ مفيش داعي ان انا اغسله في الغساله، معلش يعني. حتى انا ايه يعني، طالما تيشيرت يعني مثلا كده على ايدك، تغسل على الايد. بصوا حبايبي بقى، احنا دلوقتي خلاص كده خلصنا التيشيرت زي ما انتوا شايفين كده، وعملنا عليه الصورة لولادنا اللي بيحبوا مثلا صورة العربيات او كده، اي صورة هو عايزها يعملها طريقته، مفيش مشكلة خالص. طبعا خلاص كده التيشيرت ده اتعمل بطريقة الديكوباج. خلصت كده انا الثلاث طرق بتوعنا اللي احنا شفناهم قدامكم مع بعضنا. شفنا طريقة عمل التابلو على القماشة، وازاي نقلت الصورة كاملة على القماشة، يعني نقلت كل الالوان وكل الجسم بتاع الصورة، نقلته نقل كامل على قماشة، ده اسمه تابلو. ورجعنا عملنا مع بعض التيشيرت لما نقلنا رسمنا عليه او لزقنا عليه الصورة بالبلاستيك، بالورق البلاستيك من فوقيه وثبتناه. ورجعنا بعد كده عملنا المنظر الثالث اللي هو طريقة الديكوباج. ديكوباج هو انك بتلزق الصورة على تلزق الصورة خفيفة، طبعا بيكون خفيفة. هقول لكم دلوقتي على الشروط بتاعة اختيار الصور. بتلزق انت بقى الصورة دي على القماشة، وبتبتدي تثبتها بالغيرة وتدهنها كمان بالغيرة من فوق. دي هي طريقة الديكوباج. الصور التلاتة قدامكم شايفينهم اهوت قدامكم، وشايفين كل المنتجات اللي انا عملتها. ونتنقل الى بقى ايه خامات اخرى، ونشوف الشروط ونشوف ازاي نختار الصورة علشان اطبعها. دلوقتي بقى يا جماعه انا هتعرف على انواع الورق اللي انا ممكن اطبع بيه الصور الحلوه اللي احنا عملناها دي. يعني احنا مثلا عملنا الصوره اللي هي كده، اللي احنا عملناها بالغيره من ورا، طبعا هتختلف عن الصور اللي هي خفيفه
تعالوا نشوف الورق. يعني انا اشوف الورق ايه اللي ممكن يتعمل. ازاي تختاري انت الورق؟ اول حاجه خدي بالك بقى معايا وركزي معايا في الموضوع ده، انا مش عايزه اطول عليكم بس ركزوا معايا في الحته دي. خدوا بالكم، اول حاجه انا علشان اطبع ورقه وبعدين اخلي ايه، ابقى عايزه ان انا احك الخلفيه بتاعتها من ورا، يعني ورقه مثلا كده وابلها واحك الخلفيه بتاعتها من ورا زي ما عملنا في الصور دي، او مثلا عملنا في الصور دي. هوريك انا كل الصور بعد كده وهشوف الاخطاء ايه، او عملنا في الصور دي برضه هنشوف الاخطاء ايه. لازم تكون الورقه بتاعتي من هنا مش بتلمع قوي. خدوا بالكم بقى، هنا في ورقه كده، هنا دي صوره برضو من كانت مجله المدرسه. شوفي الورقه دي كده من هنا لما تيجي تعمليها كده تبليها بالميه ما تتبلش خالص 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 ولا تتاثر. يبقى هنا الانواع اللي زي كده مش هينفع معاها خالص الا طريقه الكيس البلاستيك والمكوه اهم زي دول كده، وهنشوفهم دلوقتي قدامكم. دول لو انتي بدأتي تبليهم من ورا ومن قدام وبعدين تحسي ان هو بصي بلاستيكيه اكتر، يعني الورقه نفسها بلاستيكيه اكتر. بالورقه دي ما ينفعش معاها خالص طريقه الطباعه اللي هي ايه بشكل التابلو، ان انا اعملها زي التابلو. ينفع مع انهي ورق؟ ينفع مع الورق اللي زي كده اهو، معقول شويه مش تخين قوي ولا حاجه، بس ده لو بليتيه من ورا. ممكن انا دلوقتي اجيب لك ميه ونشوف لو بليتيه من ورا هتبص تلاقي ايه. تعملي تجربه كده، نعمل تجربه بسيطه كده يا جماعه هنا وتسيبها شويه. بعد ما تعمل تجربه بسيطه كده تبص تلاقي انت الورقه ايه زي اللي بتتشقق كده. تحس ان الورقه لما تعمل بايدك كده عليها تحس ان الورقه زي ايه، ها بدات تطلع معاك او بتتشقق كده. تبدا الورقه معاك اهو. لو عملنا كده بايدينا، انا بعمل تجربه مش شرط ان انا الزق ولا حاجه. بصوا يا جماعه اهو، تبدا الورقه تتشقق معاك، مش تتشقق تتقطع، لا بصي اهو تبدا الورقه تعمل كده كأن مثلا هيطلع منها حاجه اهي. انت هتحسوها وهتحسوا كمان ان الورقه بتتشقق معاكم. ادي الميه اهي يا جماعه كده اهو، تحس ان الورقه بدات ايه، تحط صباعك كده بدات تتشرب الايه الميه اهو. بصوا هقرب اكتر للكاميرا، الورقه بتتشرب الميه. لكن بالنسبه للورقه دي كانتش فيها خالص اي نوع من انواع التشرب. دي حاجه نمره واحد. دلوقتي الحاجة التانية اللي أنا عايزة أنبهك عليها وأكلمك عليها، غير إن احنا نختار القوام بتاع الصورة أو الورقة، خدوا بالكم من اختيار الألوان. أهم حاجة وانت بتختار الصورة علشان تعمل بيها سواء كان الورقة اللي تعملها طباعة سبليميشن على القماش، طباعة بألوان، أو هتلزقها مثلا على القماشة. اهم حاجة كمان الالوان تبقى نقية وواضحة. وانا كان عندي برضو كمية من الصور بنتقي طبعا اللي بينها افضل حاجة باخدها وابتدي ان انا يعني استخدمها، واراعي ان الورق بتاعها يكون حلو زي ما قلنا، واللون كمان يكون جميل، يعني اللون يكون واضح وجميل. برضو انت بتشوفي هنا قدامك برضو بلزق قدامك صورة وبتشوفي شكلها وهي يعني منظرها جميل، وانا ايه بلزقها قدامك وبشيل الخطوات يعني قدامك برضو وانا بشرح لك دلوقتي. يعني انا برضو باكد عليكم يا جماعة موضوع ان انت تختار الصورة. اهم حاجة الالوان كمان بتاعة الصورة غير الخامة، ان انت تختار الالوان بتاعتها تكون الوان نقية وجميلة، ان دي هتثبت عندك على القماشة وطبعا هتستخدميها وممكن ايه تتغسل او كده. وهتشوفي بقى معايا في الخطوة اللي جاية تجربة غسيل. يعني انت دلوقتي بعد ما شوف ما اتكلمنا على الشرط التاني في اختيار الصورة، الخطوة الجاية دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي انا غسلت الحاجة اللي انا كنت طبعها على الصور بتاعتها دي. دلوقتي يا جماعه انا هبتدي اعمل معاكي الاختبار بتاع الميه. انا جبت وعاء كده اهو قدامكم وهحط فيه شويه ميه تمام، وهنبتدي نحط فيه القماشه بتاعتي اللي انا طبعتها. هنزل الخداديه بتاعتي في الميه
زي ما انتوا شايفين كده اهو. نقعتها خالص اهو فيها، وهبتدي هعصرها. مفيش اي تأثير خالص ولا نزول الالوانات ولا اي حاجة. بصوا يا جماعة الالوانات ثابتة زي الفل. ايه رأيكم؟ دي الالوانات بعد ما اتبلت مني زي ما انتوا شايفين كده. المفرش ده احنا طبعناه مع بعض وكانت فيه الصورتين اهو. هحط كده المفرش قدامكم زي ما انتوا شايفين. هبتدي، عايزه تستخدمي منظف براحتك، عايزه تستخدمي ميه عاديه براحتك. ادي المفرش اهو زي ما انتوا شايفين، الوانات ثابته مفيش اي حاجه. ايه رايكم يا جماعه؟ الوانات اهي. دي الرسمه اللي احنا عملناها زي ما انتوا شايفين كده. زي ما عملنا الخده دي زي ما هنعمل الايه المفرش قدام. الوانات ثابته زي ما قلنا. انتي بتروحي بتجيبي الالوانات، بتجيبي الورق ده تطبعيه، وبتطبعي الرسمه اللي انت عايزاها. عايزه تعملي رسمه شخصيه بتعملي رسمه شخصيه، صوره ابنك، صوره بنتك، صوره اي حد انت بتحبيه. بس اهم حاجه ان انت تعمليها على ورق سبليميشن وطباعه اللي هي ترانسفير زي ما احنا كنا عاملين الايه المنظر اللي انت شايفاه ده. احنا كده هنا جربنا ايه تجربة الغسيل. ادي الالوانات ثابتة ما فيهاش اي حاجة. نبتدي نسيبها بقى تنشف ولا اي شيء ولا جرى لها اي حاجة. ايه رأيكم النهاردة في الفيديو الجميل ده اللي احنا عملناه، وعملنا قدامك تجربة الايه الغسيل، ولقيناها ان هي الالوانات ثابتة زي ما انتوا شايفة كده النهاردة يا حبايبي. وبعد ما خلصنا مع بعض موضوع الطباعة على القماش زي ما انت شايفة كده، شايفة جمال الصورة عاملة ازاي. وادي هنا طباعة بالورق السبليميشن. ولما عملنا تجربة الغسيل وهي قدامكم انا نشرهم كده على الطبق. يا ريت بقى كل اشترك وشوف الفيديو النهارده بتاع الجميل اللي انتوا شفتوه ده، وازاي طبعنا الصورة. وبرضه احنا كنا عاملين افكار تانية وريناها لكم. يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وان شاء الله القاكم في فيديوهات قادمة. ويا ريت اكون وصلت المعلومة ازاي تختاري الورق اللي انت بتطبعي بيه على القماشة، وازاي ان انت تقدري تطلعي رسمة جميلة زي ما انت شايفاها كده. ان شاء الله القاكم في فيديو قادم والى اللقاء.